في سؤال أنسأل فيه بشكل مستمر، وأبي أعطيكم رؤيتي ورأيي الشخصي بهالموضوع. أرد وأقول رأيي الشخصي، لأن في ناس وايد يمكن ما يتقبلون الآراء الثانية، فبيقولون لا ما عليكم، أنا عندي رأي. صح، كل واحد عنده رأيه الشخصي وله حرية الاختيار الآراء مثل ما هو يبي، ولكن أنا أنسأل هالسؤال، وأنا راح أتكلم بكوني مختص في رياضة الجودو. يعني أنا عشان أبسطها لكم بشكل أفضل، إحنا عندنا مجال الرياضة فيها تخصصات كثيرة، يعني لعبات كثيرة. مثلا عندك لعبة الجودو، جوجيتسو، تايكواندو، الكاراتيه، المصارعة، الملاكمة، فنون القتال المختلطة، سباحة، سلة، طائرة، إلى آخره. نفس أقربها لك أكثر، نفس مجال الطب. الطب عندك دكتور القلب، عندك دكتور الأنف والحنجرة، عندك دكتور العظام، عندك الجراحة، عندك طبيب أسنان. أوكي، هني حق الرياضة في كل آه، في كل رياضة في إدارة، في جهاز فني وفي جهاز إداري. الجهاز الفني يك المدير الفني، عقب يك المدرب الأول، المدرب الثاني، مساعد مدرب، والى اخره. الجهاز الاداري يك اداري. نفس الشيء في مجال الطب، عندك طبيب، دكتور، مساعد طبيب، والى اخره. وهم لما يكون عندك مشكله صحيه، لما تروح حق الدكتور طبعا تاخذ اكثر من راي، فانت بالنهايه تقتنع باي دكتور فيهم. فاحنا مجال الرياضه نفس الشيء، انت تقتنع في اي دكتور، او تقتنع في اي مدرب، او تقتنع في اي راي انت تشوفه. السؤال هو اللي دائما انسال فيه: هل لعبه الجوجيتسو والجودو واحد؟ هذه وايد اسمعها ان احنا واحد. هل اللي يدخل بطولات في لعبة الجودو ممكن يدخل في لعبة الجوجيتسو والعكس؟ هل اذا انا بصير بطل، لاعب بطل في الجودو، هل لازم اتمرن جوجيتسو والعكس؟ طبعا انا بقول لكم رايي في ذي الموضوع. اول شيء، لعبة الجودو والجوجيتسو واحد في كونهم رياضة فقط. اما بتقول هم واحد انهم نفس الشيء، لا، مو نفس الشيء، مو نفس الشيء. يعني عشان اعطيك مثال، انت ماخذ ولدك مثلا الصبح تودي مدرسه امريكيه، وتروح العصر تودي مدرسه بريطانيه، زين اثنيناتهم انجليزي، بس لما تدش على الفروقات، لا، في فروقات. الاكسنت، القواعد، انه كلها تختلف. فنفس الشيء في رياضه الجودو. بتقول لي ان رياضه الجودو انا عشان اصير بطل اروح العب جوجيتسو والعكس؟ لا طبعا، الكلام هذا خاطئ. ودليل على ذلك، احنا سوينا بطولة لعبوا فيها لاعبين الجودو والجوجيتسو، كانت بطولة وايد حلوة، وانا من ناحيتي كاستفادة فنية وتعليمية تعلمت منها وايد، وعرفت في النظرية ان ما يصير. لما لعبوا لاعبين الجودو والجوجيتسو على قوانين الجودو، فازوا لاعبين الجودو. ولكن لما لعبوا، هم صارت نفس البطولة ولكن في قوانين الجوجيتسو، لعبوا لاعبين الجوجيتسو ما لاعبين الجودو، فازوا لاعبين الجوجيتسو. ففي النهاية إذا أنت متعود وقاعد تتمرن على أنظمة وستايل ومدرسة معينة، صعب أنك أنت تروح تأدي. ما يصير، قانونا منطقيا ما يصير. ف بيك واحد يقول لك أنا بتمرن جودو عشان أصير قوي في الجوجيتسو. تصير قوي في الجوجيتسو، بس ترى مدرسة الجوجيتسو غير ومدرسة الجودو غير. انت عشان يكون عندك تكنيك جودو تحتاج تدريبات، آه، تكنيك، فنيات معينة. اذا انت باعتقادك ان صعبة انك تختص في لعبة
وتاخذ اللعبتين تلعبهم حق لعبة واحدة، أنا أشوف إنه ما يصير صراحة. أنا أشوف إنك أنت يا تختص هني وهني. السؤال الأخير، هل ممكن؟ إيه ممكن أنا كلاعب جودو أشارك في بطولات الجوجيتسو، والعكس صحيح، ممكن نعم. بس كفن، كلعب. بس هل تترقب مني نتيجة؟ لا، ما راح أحط نتيجة لأن أنا داش كفن وليس داش كمختص في لعبة معينة. وهذا رأيي الشخصي، وأشوفكم إن شاء الله المرة الجاية في سؤال ثاني أو قصة ثانية. فما الله.